عارفين ايه اللي خلى الماتش ده يأثر في كل واحد فينا؟ انه ما كانش مجرد ماتش، كان رد على كل خوف جوانا، كسر لكل توابيت المستحيل. الارجنتين كانت فاكره انها هتعدي بسهوله، لكن اللي حصل ان احنا خارجين والعالم كله بيتكلم عن ادائنا اللي تفوق عليهم وفضيحه ان هما ما يستحقوهاش. خارجين واحنا متاكدين ان الحلم ملوش سقف. زيكو وهو بيجري من شغله في محل الملابس للتمرين ما كانش يعرف ان اكتر فتره كان حاسس فيها انه بعيد كانت في الحقيقه اقرب فتره لحلمه. تريزيجيه لما اترفض من ناشئين الاهلي اكيد كان فاكر ان الدنيا اديته ظهرها. محمد صلاح لما كان بينام قدام بوابه المقاولين ما كانش يعرف كل اللي بيعمله ده ليه لازمه ولا لا. اوفا وهو عنده 13 سنه وبيتصور مع محمد صلاح ما كانش يتخيل انه في يوم هيبقوا لابسين نفس التيشيرت وبيمثلوا منتخب مصر. حسام حسن اللي في يوم من الايام كان حلمه بس انه يدرب ما كانش يعرف انه هيحقق حلم بلد بحالها. ولا واحد فيهم كان متاكد ان كل ده يستاهل، هو كان بس بيكمل. يمكن انت كمان مش شايف نتيجة تعبك ده دلوقتي، بس ده مش معناه انها مش جاية، لان الفرق بينك وبين اللحظة اللي هتغير حياتك هو انك ما توقفش.